بفضل الله ومنه وإخلاص الشباب المخلص، أغلق موقع يوتيوب منذ قليل قناة تقدم الآيات القرآنية بالموسيقى مصحوبة بالموسيقى، بعد أن قدم عدد كبير من متابعي يوتيوب بلاغات في القناة التي بدأ نشاطها منذ نحو 4 أشهر، وتعمدت نشر الأغاني القرآنية فقط في محتواها. ومن ضمن الصور القرآنية التي بثتها هذه القناة النتنة سورة العنكبوت وسورة الكهف والنازعات وبعض من السور القرآنية. خرجت هذه القناة للجمهور منذ 4 أشهر، وتحديدا في شهر مايو السابق، ولديها نحو 25 ألف مشترك، محققة عدد مشاهدات يتقارب من النصف مليون مشاهدة، لتثير جدلا واسعا بسبب محتواها واستهانتها بالقرآن الكريم، حيث تقدم الآيات القرآنية بشكل غنائي ومركبة على فيديوهات لحفلات موسيقية. ومن جهتها شددت دار الإفتاء على أن إخضاع القرآن الكريم للنغمات الموسيقية وقراءته قراءة مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به محرم شرعا. وأوضحت الدار ردا على ما تم تداوله من قيام بعض الأفراد بالتغني بآيات الذكر الحكيم مصحوبة بالآلات الموسيقية أن القرآن الكريم هو كلام رب العالمين أنزله الله على الرسول النبي الأمين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله الله ليطرب به الناس أو يتغنوا به، وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه. نشكر كل الشباب المسلم الحي الذي قدم بلاغات ضد هذه القناة النتنة العفنة، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ الإسلام ويعز المسلمين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. الله خيرا وأحسن الله إلينا وإليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.